متهيألي بقى بعد ما ضفت الزبادي على الكبدة عمري ما هغير الطريقة دي تاني أبدا. يلا نسمي بالله ونبتدي على طول. أول حاجة معايا كيلو إلا ربع من الكبدة، والكبدة بتاعتي مقطعاها شرايح رفيعة. ضفت عليهم كوبايتين من الزبادي بما يعادل 5 معالق كبار. ضفت عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون، وأضيف كمان عليهم معلقة كبيرة من الخل. هظبط الملح بقى براحتي، وضفت هنا معلقتين صغيرين. هضيف كمان رشه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البصل البودر، ما تقلقيش خالص هيدي طعم تحفه. هضيف كمان معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البابريكا، ونحط كمان كمون وكزبره، معلقه من كل حاجه. وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. دي كل التتبيله بتاعتي. ولو لسه مكمله الفيديو معايا امانه عليكم تدعمونا بلايك ودعوه حلوه من قلبكم، والله دعواتكم بتفرح قلبي جدا وببقى سعيده وانا برد على كل التعليقات تعليق تعليق. خلاص كده هغطيها واسيبها بقى في التلاجة 10 دقايق ربع ساعه، مش اكتر من كده. وفي الوقت ده بقى هحضر الكفر اللي هنغطي بيه الكبده. معايا كوبايه ونص من الرده، ودي موجوده عند العطار او في اي سوبر ماركت. هضيف عليهم كمان كوبايه من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، وهبتدي بقى ان انا اظبط الملح براحتي. حطيت معلقه صغيره، حطيت كمون وكزبره، وحطيت كمان توم باودر وبابريكا، واخر حاجه هضيفها معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وادي الكفر بتاعي جاهز. طبعا بقى عشان نعمل كبده لازم جنبها نعمل سلطه طحينه. يلا نعمل سلطه طحينه بسرعه كده. جبت بقى ربع كوبايه من الطحينه، والطحينه دي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده، ما تنسيش تشوف الفيديو لو لسه ما شفتوش. هضيف عليهم بقى عصير ليمون، واحط خل وكمان ملح وكمون وكزبره، وممكن نحط فص من الثوم براحتنا خالص. وضفت بقى معلقتين كبار من الزبادي، معلقتين كبار او 3 معالق كده من الميه، وما ننساش نحط معلقه من الزيت. هنقلبهم مع بعض كويس جدا كده، وادي اسهل واسرع سلطه طحينه ممكن تحضريها. وطبعا لو لقيتي القوام تقيل شويه ممكن تزوديه شويه ميه كمان. بصوا بقى القوام تحفه. خلاص هدخله هو كمان التلاجة عشان نكمل. ولو لسه مكمله الفيديو معايا ما تنسوش تحملوا التطبيق المجاني اللي دايما بقول لكم عليه في التعليقات. والتطبيق ده لو اول مره تسمعي عنه، ده تطبيق مجاني فيه وصفات اكل كتير شرقيه وغربيه، وكمان اكل بدون لحمه ولا فراخ. والتطبيق ده مجاني، هسيب لك الرابط بتاعه في التعليقات. زي ما انت شايفه كده بقى هبتدي ان انا اجيب الكبده بتاعتي بعد ما اتبلت بقى وقعدت شويه كده حلوين بتاع ربع ساعه، وادي الكفر بتاعي التحفه الجاهز. وهبتدي بقى ان انا احط قطع الكبده بالشكل ده كده، والمهم بس ان انا افردها كويس جدا واضغط عليها علشان الكفر يثبت زي ما انت شايفه. واول ما بعملها كده بقى على طول بقليها، ما بسيبهاش، يعني على طول بكون مولعه الزيت، واول ما يسخن كده هنزل بقى بشرايح الكبده اول ما احطها في الكفر، ما بستناش عليها خالص. وطبعا الزيت هنا بيكون سخن، واول ما بنحط الكبده بنهديه للوسط ونبتدي نقلب فيها باستمرار زي ما انت شايفه كده لحد بقى ما تاخد اللون الذهبي التحفه ده. بصوا بقى الجمال. عايزه اقول لكم قرمشه جدا من بره، هشه جدا جدا من جوه، وطريه زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الجمال. انتوا لازم تجربوا الطريقه دي بنفسكم وتقولوا لي ايه رايكم. بجد طعم الزبادي فرق جدا في طعم الكبده، خلاها من بره مقرمشه ومن جوه طريه جدا. بصوا مش شاربه زيت ولونها تحفه، يعني بجد احلى من اللي احنا بنشتريها من بره بكتير.